أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن القراءة. أول هواية بدأتها وأول هواية اتعلقت بيها. ديكوا شوية تبس ونصايح عن القراءة لو هتبدأوا جديد في الهواية دي. محتاجين تعرفوا عنها شوية حاجات كده بسيطة خالص. وهنتكلم برضو عن هل ممكن نتقوقع على القراءة في فصل الشتاء، بحيث ان احنا نخرج من الاكتئاب بتاعنا او حاجة ما تديناش نوع من انواع الفراغ، وفي نفس الوقت تدينا نوع من انواع المرونة الفكرية وتبقى مفيدة جدا للنفس والوقت الفراغ بتاع الاشخاص اللي عندهم وقت فراغ كبير قوي. فبدون تطويل يلا بينا نبتدي على طول. أول سؤال هجاوب عليه: هل ممكن نتقوقع على القراءة أو المطالعة عموما؟ احنا ممكن نعمل ده، وخصوصا لو كانت كتب ليها علاقة بتنمية الإنسان وذكائه النفسي والعاطفي وكل ما هو متعلق بالنفسية. ولكن نخلي بالنا ان معظم الكتب البشرية والتنمية البشرية اللي هي اصلا من صنع بشر ممكن تكون بتساوي القرآن الكريم في حاجات كتير جدا. ممكن تلاقي كتاب شارح، طبعا هو مش هيبقى مكتوب ان هو شرح الآيات، بس لو جيت تأملت في الكتاب هتلاقي ان فيه بعض الآيات القرآنية مشروحة عن طريق ان هو شارح مجمل الحياة من وجهة نظره، طريقة التعامل ما بين الأشخاص من وجهة نظره. فهتلاقي كل ده موجود في القرآن. فانت كده لو بتعمل الموضوع ده هتبقى في مشكلة كبيرة، لان احنا عندنا القرآن الكريم لازم نتدبره ونعقله. احنا لازم نقرأ كتب التنمية البشرية، وفي نفس الوقت ما ننساش القراءة بتاعة القرآن واللي هو في معناه الأصلي التدبر، لان احنا هنستنتج منه طرق كتير جدا للمعيشة. ممكن نكون رايحين ناخد المعلومة في كتب التنمية البشرية زي ما بيقولوا على الجاهز، بس مش مشكلة، خلينا ناخد المعلومة برضو لتسريع نوع من أنواع التعاملات وكيفية التعامل وكيفية التأقلم وما إلى آخره. في نفس الوقت احنا مستمرين في التدبر القرآني بتاعنا. طيب، نصايح للقراءة وخصوصا الأشخاص اللي هتبتدي قراءة جديد. الحاجة اللي أنا عملتها غلط أول ما ابتديت إن أنا كنت مستنية كتاب معين، لأني كنت بشوف الفيديوهات على يوتيوب والريلز على انستجرام وفيسبوك: هاتوا الكتاب ده، اقرأوا الكتاب ده، لازم لا، ابدأوا بالمتوفر بالموجود، ما تستنوش كتاب معين تبتدوا بيه. رقم 2، ودي ممكن تكون بتوقع ناس كتير جدا: ما تشحنوش من القراءة طاقتكم، او ما تستمدوش طاقة من القراءة. القراءة معمولة علشان نقضي بيها معظم وقت الفراغ بتاعنا. هيبقى اسمه بالمعنى المتداول انا زهقت من القراءة، او جالي نوع من انواع الفتور، مش عايزة اقرأ دلوقتي، وممكن الموضوع ده يطول، لان القراءة في الوقت ده كانت مصدر شحن للشخص اللي بيعمل الهواية او بيستثمر في الهواية. بيبقى مبسوط لما بيجيب كتب، بيبقى مبسوط لما الرواية تبقى ماشية في خط سير مستقيم. كل دي مصادر شحن. بلاش تشحن من الهواية، اشحن من مصدر الشحن، القوة الإلهية الأعظم في الكون. النصيحة رقم 3: ما تتعلقش بشخصيات القصة أو الرواية اللي انت بتقرأها، أو ما تتعلقش بالكاتب لدرجة ان انت بتبقى عاوز تقرأ كل الكتب بتاعته. احنا بناخد معلومات من الأشخاص اللي أفنت 2 أو 3 شهور من حياتها علشان الكتاب ده ينزل. بلاش نعمل نوع من أنواع التعلق بكل ما هو مادي علشان ما يحصلش نوع من أنواع الأذى النفسي لينا. القراءة بتجعلنا نلم بشمائل الأمور، بتدينا نوع من أنواع الطاقة المعلوماتية. عندي معلومة في الطب، معلومة في الكيمياء، عندي معلومة في علم النفس، عندي معلومة في التنمية البشرية، عندي معلومات في كذا مجال.
والمعلومات بتبقى ممكن تبقى متكررة كتير في كذا كتاب، فتبقى المعلومة ثبتت واتحفظت كأني قعدت ذاكرتها وحفظتها، اديت ليها بذل مجهود ففهمتها وتعمقت فيها. ويا سلام بقى لو جه مثال من الواقع فطبقت عليه المعلومة اللي انا قرأتها دي، يبقى كده ايه، المعلومة ثبتت في دماغي بطريقة حلوة جدا. خلي عندكم نوع من انواع الالمام بالمعلومات، معلومة من الطب، لان الطب مش للدكاترة بس ولا العلم النفس لعلماء النفس بس. خشوا في معلومات عن الفلسفة ومعلومات عن الدين، اقرأوا في كل المجالات، وخلي عندكم نوع من انواع التعامل بواقعية، لان العلماء بتوع العصور اللي فاتوا كانوا عندهم معلومات عن كل حاجة، وكانوا بيدرسوا كل حاجة، فلك وطب علم نفس. يعني ابن خلدون لو هنديه كمثال فأظن ان هو مثال لتجميع العلم بشتى انواعه. يعني هو ما اقتصرش على نوع واحد من انواع العلم، لا، عندنا اجتماع، فلسفة، واقتصاد، يعني هندسة وتاريخ، برع في مجالات كتير جدا. وهو ده اللي انا قصدي عليه، ان انتوا تبقى عندكم نوع من انواع الخلفية المعلوماتية لكل حاجة من الحاجات دي، لان في اسس اصلا وقواعد. لو احنا ما احناش عاوزين ندخل for examples والامثلة في علم النفس، في قاعدة وبعدين مثال عليها، خدوا حتى القواعد، ومش مهم تاخدوا الامثلة، كده كده لدام خدتوا القاعدة الحياة هتديكم امثلة بما فيه الكفاية. وفي مقولة حلوة جدا: يظلم الإنسان نفسه حين يظن أنه لا يستطيع. ابن خلدون كان يستطيع، كان عنده إرادة، كان حابب ان هو يقدم علم، واظن يعني ان هو المجالات المختلفة اللي هو برع فيها دي بتدل ان الانسان عنده نوع من انواع الإرادة في أخذ العلم وإعطائه. هنا هتبقى الحلقة خلصت، أتمنى يكون فيها كمية معلومات تفيد القراء وتفيد أصحاب القراءة. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات انتوا عاوزين ايه الفترة الجاية عشان ابتدي احضر له واكتب له السكريبت. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.